السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنعرض عليكم لماذا يطهى اللوبستر الكامند وهو على قيد الحياة. اللوبستر وغيره من أصناف البحار يحتوي على البكتيريا الضارة بشكل طبيعي في لحومهم، وبمجرد وفاة الكربندنج أو جراد البحر فإن البكتيريا الضارة تتكاثر بطريقة مجنونة ويصبح بأعداد هائلة مطلقة سموم مختلفة لا يمكن تدميرها والتخلص منها عبر الطي حتى على درجات حرارة مرتفعة. لهذا السبب ومن أجل تفادي حدوث تسمم غذائي يتم طهي اللوبستر وهو حي في الماء مغلي عادة ويموت أثناء الطهي بسبب آخر يجعل عملية طهيه وهو حي أفضل أن اللوبستر يتحلل سريعا وبمجرد موته ويصبح لحمه طريا. هل يشعر اللوبستر بالألم عند طهيه؟ وفق ما يقول العلماء فإن طريقة شعور اللوبستر بالألم وتفاعله مع عملية الطهي تختلف عن الطريقة التي يدركها الدماغ البشري. يمكن القول أنه لا يشعر بالألم بالطريقة التي نصف هذا الشعور بها. فاللوبستر إلى جانب أنواع مختلفة من جراد البحر والبحار لا يمتلك دماغا حقيقيا، لذا فإن طريقة تفاعله مع الألم مختلفة تماما. لكنه يمكن القول أن اللوبستر يتفاعل مع تلف الانقسام على مستوى الجسم والهرمونات، فمن الواضح أنه قادر على الكشف عن الألم في بعض المستويات. كما توصل العلماء إلى أن الهرمون الذي يطلقه اللوبستر في مجرى الدم أثناء تفاعله مع قطراته عبر طهيه حيا وهو هرمون الكورتيزول، وهو نفسه الهرمون الذي ينتجه